هو ايه اللي حصل لمربوحة او لرحمة احمد؟ ويعني ايه تضخم في الكبد؟ وهل ده ليه علاقة بنمط الحياة الغير صحي؟ تضخم الكبد اصلا بيعرف باسم الكبد الدهني، وده بيحصل نتيجة لتراكم الدهون حوالين الكبد. ومعنى ان الكبد بقى حواليه دهون، ده معناه ان الجسم كله بقى بيعاني من زيادة في نسبة الدهون، وان في نمط حياة بالكامل غير صحي سواء في الاكل او في الحركة. يعني الشخص اللي بياكل حاجات مسكرة كتير جدا ودهون مشبعة زي الدهون الحيوانية بشكل مبالغ فيه، فالجسم يروح مخزن الطاقة دي على شكل دهون. في الأول الدهون دي بتكون تحت الجلد على طول، ودي بيكون اسمها subcutaneous fats او الدهون اللي بتخلي شكل الجلد مش حلو، زي السيلولايت، الدهون اللي تبقى في الايد، او بعد كده الدهون اللي في منطقه البطن، او الدهون اللي في الارداف. فدي دهون مش خطيره بس شكلها مش حلو، فنفضل مكملين على نفس نمط الحياه الغير صحي، بناخد سعرات حراريه اكتر بكتير من اللي بنبذلها، ففي فائض سعرات حراريه كبير جدا طول الوقت. الجسم بيخزنه في دهون في الاول تحت الجلد، وبعد كده يروح يخزنه حوالين الاعضاء، وهو ده النوع الخطير. ودي بيكون اسمها الفيسرال فات، اسمها بالعربي الدهون الحشويه. طب انت بتقولي لنا على اسماء الدهون ليه؟ لان الاسماء دي بتظهر لنا في تحليل الانبادي اللي بنعمله، يعني بنكون عارفين تقريبا الدهون اللي تحت الجلد نسبتها قد ايه، والدهون اللي حوالين الاعضاء نسبتها قد ايه. تضخم الكبد برغم ان هو في حد ذاته حاجه تقلق، الا ان هو دليل على حاجه اخطر، ان متلازمه الايض في الجسم كله فيها خلل، والمتلازمه دي بتشمل اضطرابات دايما بنستصغرها زي الدهون اللي حوالين منطقه البطن. دي بتكون علامة على تضخم الكبد فيما بعد، أو سكر من الدرجة الثانية، أو حتى مقاومة الأنسولين اللي بقت عند 3/4 المصريين. كمان الكوليسترول والدهون الثلاثية من أحد علامات إن بعد كده ممكن يجيلنا تضخم في الكبد. طب إيه هي أعراض تضخم الكبد؟ إحساس بامتلاء دايم في البطن وإرهاق وفقدان شهية أو في ألم. لو بعاني من كبد دهني أعمل إيه؟ أول حاجة نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفاكهه والحبوب الكامله، تقليل الدهون اللي جايه من مصدر حيواني زي اللحوم الدسمه، نقلل السكريات، نقلل الحاجات المقليه، ونقلل المشروبات الغازيه. بالنسبه للحركه والتمرين، فالمشي من افضل الحاجات اللي بتؤدي لضبط منظومه الايض في الجسم، سواء المشي او ركوب العجل. ولو بعاني من كبد دهني بلاش اعمل تمارين شاقه، يكفيني جدا ان امشي في اليوم من 20 ل 40 دقيقه، او اركب عجله 15 دقيقه. طبعا مش هتكلم عن الكحوليات لان هي بتدمر الكبد، وللاسف هي بقت منتشره بشكل فج بين الشباب. الكحوليات اكتر حاجه بتعمل تليف للكبد. عايزاك قبل ما تشرب كحوليات تاني روح زور